اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي يا نور عيني؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبألف سلام. انا بشكر حبايبي جوه مصر وحبايبي بره مصر، انا بشكركم يا حبايبي الف شكر. النهارده ست الحبايب عامله المبروم اللي هو الكسكسي، وعامله الشوربه الجميله والملوخيه وبرام الرز الجميل اللذيذ، وعامله البطايه الجميله اللي قدامك ديت. بجرب لك الكاميرا يا حبيبتي. غدانا النهارده يا حبيبتي. وخلي بالكم من قناه ست الحبايب في اللايكات، واشتركوا لي وفعلوا له زرار الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي. ويلا يا حبيبتي يا نور عيني نشوفوا الطريقه. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف سلام. انا يا حبايبي النهارده عاوزه نعمل الغدا معاكم النهارده. انا معايا بطايه هي غسلاها مخليها زي العسل، معايا ملوخيه، معايا مبروم، وهندس برام رز. او يا حبيبتي غدانا النهارده الملوخيه والمبروم اللي هو الكسكسي والبطه. يلا بينا على الحل. انا حطيت يا حبايبي البطه هي في الميه. معايا بصلايه كده عاملاها 4 جوانح، معايا فلفل اسمر بس. هسيبها لغايه ما تغلي وانا معاكم برضو. البط بتغلي يا حبيبتي، وانا هنحط بقى هنا ايه؟ حبه الطماطم. هنا بنحط حبه الطماطم كده ونسيبه بقى يغلي يا حبيبتي. دي اهو بس مع البصله مع الفلفل الاسمر. ادي البط عندي، ما بنحطش ازيد من كده اهو يا حبيبتي. واقفل على الحلو اهوت. ويلا بقى نشوفوا هنعملوا ايه في الرز. بصي يا حبيبتي البطه شكلها ايه؟ البطه عماله تغلي اهي. حطت لها الشوربه برضو والبطه شغاله يا حبيبتي. بصي يلا بينا نبص على البرام بقى كده. والبرام يا حبيبتي اهو غسلته وحطيت له الملح بتاعته بالملح، وحطيت له اللبن، وهنحطه يا حبايبي في الفرن اهو زي ما انا مورياكي كده. ادي يا حبيبتي البرام الرز، وادي برضو الملوخيه، وادي البواخ يا حبايبي اللي انا شوفي انا حطيت الميه اهي. وادي وبنحط بقى القماشه ديت العرض الابيض ده، ونكون مطلعاها من التلاجة. لابد نحطها كده زي ما انتم شايفين ونسيبه هو بفك بقى. ركب نحطها على النار بالبواخ. المبروم هيفك يبقى زي العسل اهو يا حبيبتي. هنخلص البرام ونعمل الملوخيه ونحط المبروم، وهنرجع لكم يا حبايبي يا نور عيني بعد ما نخلصه، وهنوريكم ان شاء الله. وان وصلتوا لغايه كده بالله عليكم اوعك تنسوا اللايك بتاع ست الحبايب يا حبايب.